بعد طي الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس على خلفية قضية تهريب أمير بوراوي من تونس، وفق البيان الذي أصدرته اليوم رئاسة الجمهورية، والتي أشارت فيه إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون قد تطرق إلى وجوب تعزيز قنوات الاتصال الإدارية بين البلدين. ويبدو أن فرنسا قد استوعبت الدرس بأنها لم تعد دوما الطرف الرابح في علاقاتها مع الجزائر كما كانت عليه من قبل، فالآن وبالنظر للوضعية التي تتميز بها الجزائر على المستوى الدولي، فالعلاقات الفرنسية الجزائرية أصبحت ندية وبراغماتية، وأن القيادة الجزائرية أصبحت بالمرصاد لللوبيات الحاكمة التي تسيطر على دوائر القرارات في فرنسا، وهي لوبيات حاقدة تفكر وتعمل بعقلية استعمارية استعلائية. فالجزائر من خلال هذه العودة قد لقنت فرنسا درسا بأن العالم الآن لم يصبح أحادي القطب، بل ظهرت أقطابا جديدة تشكل الجزائر جزءا منها، وهي التي اختارت شركاء موثوقين جدد كإيطاليا، تركيا، روسيا والصين. إذن على باريس أن تتراجع عن سياساتها القديمة في التعامل مع الجزائر، وإلا أصبحت مصالحها في خطر بين ليلة وضحاها.